كان يا مكان من بلد موجودة من زمان، عريقة وصلبة، اسمها السودان. وبالمناسبة أنا سوبر أبو، والبلد دي بلد مامتي كمان، وأنا رحتها وبحبها قوي. الأكل فيها طعمه جنان، كل حاجة ريحتها تحفة تحفة تحفة، وكأنك شايفها قدامك كمان. الحكاية دي اسمها حكاية الصديق الحقيقي. يحكى، يعني بيحكوا، إن في ملك عظيم اسمه ودة النمير. الملك ده كان عنده ابن، دايما يجيله وهو قاعد في الحكم بيشوف أحوال بلده ويقعد يقول له: بابايا بابايا احكي لي حدوتة، بابايا بابايا العب معايا شوية. بابا سكت شوية وقال له: أنا أحب جدا أقعد معاك، وأحب كمان ألعب معاك، بس خد بالك أنت كمان محتاج يكون عندك أصحاب، مش بس إنك تقعد مع باباك الملك. سكت شوية وقال له: بس أنا ما بعرفش أختار أصحاب، كل ما بقرب ناس مني بحس إن هم أصحابي بس عشان يلعبوا بلعبي وبحاجتي. بابا قال له: أنا عندي فكرة، وهي اختبار ظريف قوي يعرفك بين صاحبك الحقيقي وصاحبك اللي مش حقيقي. سكت الولد ابن ودة النمير، وودة بالسوداني يعني ابن، والنمير تصغير كلمة نمر. بص كده وقال له: يا ترى إيه الاختبار ده؟ قال له: انت اللي عايز تصاحبه تعزمه على الفطار، وتقدم له 3 بيضات، وتشوف هيتصرف ازاي وهو بياكلهم. ضحك ابنه وقال له: 3 بيضات؟ بس ده فطار قليل قوي، ويعني حاجة ما يصحش نقدمها للناس. أول مرة عزم ابن السلطان ابن الوزير، وهم قاعدين يلعبوا قال له: أظن جه وقت الفطار، تقدر تاكل معايا. بص كده ولقى الفطار داخل 3 بيضات. قال له: 3 بيضات؟ 3 بيضات بس؟ لا طبعا، ده اكل قليل جدا، ده انا لوحدي اكلهم. واقول لك ايه، انا اروح اكل عند مامتي، باي باي. راح حكى لبابا الملك ان ابن الوزير سابه ومشي ومرضاش ياكل معاه. قال له: ده كده طماع، ما فكرش خالص ان يمكن تكون دي ظروفنا، ويمكن يكون ما عندناش غير ده، وفكر بس في نفسه ومشي. ده طماع واناني، ما ينفعش يكون صاحبك. اكيد قريب قوي هتقابل حد جدع ممكن تصاحبه. عدت أيام، وتعرف ابن ودة النمير على ابن القاضي. ابن القاضي قعد يلعب معاه، وبرضه بعد شوية دخلوا عليه بالفطار اللي هو 3 بيضات. ابن القاضي قشر أول بيضة، وبعد شوية قشر تاني بيضة، وكان ابن ود النمير ياكل في بيضته، ولكن ابن القاضي أكل بيضتين من غير ما يراعي صاحبه ويتأكد إن هو هيقسم بالعدل ما بينهم. حكى ابن ود النمير لود النمير وقال له: يا بابا، ده أكل أزيد مني، اللي هو كمان طماع وما بيرضاش بقسمة العدل. خلاص، يبقى برضه ما ينفعش يكون صاحبك. وفي يوم طلعوا رحلة صيد في الغابة. بص حواليه وهو بيشوف غابات السودان الجميلة اللي فيها أفيال وزراف، وكان زمان زمان فيها أسود، لأن كانت الطبيعة شكلها تحفة. بس مع الصيد الجائر بتاع الإنسان قلل كل حاجة. بص حواليهم ولقوا ولد طيب قاعد مع باباه الحطاب. حطاب يعني الراجل اللي بيقطع الخشب. بص كده ولقاه بيقطع الشجر عشان يعمل منه خشب، يعملوا منه أوضة نوم، سرير، يعملوا منه حاجات حلوة تفيد الإنسان. فقال له: قاعد لوحدك ليه؟ ممكن ألعب معاك؟ فقال له: ما أظنش إن دي علاقة متكافئة، أنت ابن ود النمير السلطان، وأنا ابن الحطاب الغلبان. قال له: ما نجرب، مش يمكن تنفع؟ قال له: أنا موافق إن احنا نجرب، بس عندي شرط. ابن ود النمير استغرب إنه كمان مش مبسوط إنه بيلعب مع ابن السلطان هيتشرط ويتأمر. قال له: اتفضل نسمع شروطك. قال له: تبقى متأكد إن احنا الاتنين متكافئين زي بعض بالظبط، مفيش حد فينا أحسن من حد. ابن ود النمير استغرب شوية من الكلام، لأنه متعود على فخامة العيشة مع أبوه السلطان، بس وافق. وجي في اليوم اللي لعبوا فيه مع بعض وجات 3 بيضات. ابن ود النمير أكل واحدة، وابن الحطاب أكل واحدة، واتبقت واحدة كمان. طلع ابن الحطاب من جيبه آلة حادة صغيرة بتساعده على قطع الأخشاب،
وقسم البيضة بالنص وقال له دي قسمة العدل، يبقى كده كل واحد فينا أكل بيضة ونص. وعلى فكرة عزومتك مقبولة، بس أنا كمان لازم أرد لك العزومة، لكن عشان إحنا فقراء ما عندناش أكل كتير هنعزمك على عيش كراسة، وهنعزمك كمان على دقة. قال له دقة؟ أيوة، دي معمولة من نوى المشمش، أكل الغلابة الطيبين. ومن اليوم ده ود النمير وابنه عرفوا إن ابن الحطاب الغلبان قد إيه عنده كرامة وطيب وكمان مش طماع، وفضلوا صحاب وكبروا مع بعض لحد ما كبر ابن الحطاب وبقى هو الوزير المساعد لابن ود النمير لما كبر هو كمان وبقى سلطان. توتة توتة، خلصت الحدوتة. أفكركم إن الحدوتة دي من مجموعة قصص الشعوب اللي كانت بتحكيها دار الفتى العربي زمان. أنا مبسوطة قوي إني بحكي لكم حكاية من بلدي التانية، ويا رب تعجبكم وتحاولوا تلاقوا معلومات أكتر تخليكم تعرفوا عن بلدي السودان. باي باي، وإلى اللقاء في حدوتة جديدة.